هاي جايز، ازيكم؟ انسوا اي وصفة دجاج عملتوها قبل كده مشوي ولازم تجربوا الطريقة دي. عامله لكم طريقة للدجاج بصوص جانبي خطير. الدجاج كريسبي من بره ومن جوه جوسي وطري جدا، وبجد بيدوب في البق. كمان هنعمل معاه الخضروات المشوية دي بتتبيلة جديدة وبصوص جديد. ان شاء الله الوصفة تعجبكم. بس قبل ما ابدأ في الوصفة، انا سوكي بطور وصفات صحية وبعمل وجبات صحية. اعملوا لايك وشير وسبسكرايب لليوتيوب شانل بتاعتي، وتعالوا نبدأ في الوصفة على طول. عندي هنا ورق الفويل، حطيت الطبقة الخارجية ورق فويل والطبقة الداخلية ورق زبدة، علشان ورق الزبدة صحي، ما ينفعش ان احنا نعرض الاكل بتاعنا لورق الفويل مباشرة وندخلها الفرن. حطيت عليها حوالي 3 فلفلات كبار من الفلفل الأحمر، وبصلة وسط متقطعة، وحوالي من 4 ل5 فصوص توم، ملح وفلفل أسود، زيت زيتون، بابريكا، زعتر، وكمان حطيت شوية من الريحان، حاجة بسيطة قوي. هكتب لكم كل المقادير تحت في الكابشن. هبدأ ان انا اقفل كل الحاجات دي مع بعضها، واهم حاجة ان انا اتأكد كويس ان مفيش اي منفذ للهواء، لان انا عايزة اكتم الحرارة جوه الخضروات دي، عايزة اشويها شوي في الفرن من غير ما تطلع البخار منها علشان تستوي بسرعة في الفرن. هقفلها كويس قوي واحط عليها كمان كفر من فوق زيادة عشان اتأكد ان مفيش هواء يخرج. هدخلها الفرن مسبق التسخين، هتقعد حوالي نص ساعة. اول ما هشيلها هتطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، خطيرة اصلا، ريحتها تحفة من دلوقتي. هاخد بقى الميكس الخطير ده عندي وادخله عندي هخلطه في الخلاط، وهحط عليه معلقة كبيرة من بهارات التندوري، ده اختياري، مع معلقة صغيرة من عصير الليمون. هاخد نص كمية الصوص دي واشيلها على جنب دلوقتي. باقي كمية الصوص، جبت بقى عندي هنا الدجاجة مغسولة ومتنضفة كويس، هقطعها كده شرايح زي ما انتوا شايفين، مش شرايح اللي هي هشرطها كده بالسكينة عشان الصوص يخش جوه اللحمة نفسها، وتطلع بعد ما تستوي تبقى شاربة الصوص كويس قوي. هدعكها بالصوص واتاكد ان التتبيله الفراخ اتبلت كويس قوي من الجناب. لو عايزين تسيبوها ليله كامله سيبوها ليله كامله، بس بجد هي كده اول ما تدخلوها تستوي طعمها بيبقى خطير. انتوا بجد دي من الوصفات اللي انتوا لازم تجربوها حقيقي. هحطها عندي في الاير فراير واحط بقيه الصوص عليها من فوق واسيبها لحد ما تستوي خالص في الاير فراير وتعمل عندي طبق كريسبي من بره. عشان نحضر الخضروات، جبت عندي طاسه على النار، حطيت معلقه من الزبده سيحتها ونزلت عليها بميكس فلفل ألوان وزعتر، توم باودر، بصل باودر، رشة من البابريكا وفلفل أسود، وطبعا رشة من الملح. هقلب الفلفل الأول علشان عايزاه يبقى طري شوية قبل ما انزل بالخضروات المسلوقة بتاعتي. نزلت بجزر وكوسة. طبعا انا كنت قلت لكم قبل كده ازاي انا بحفظ الخضروات عندي في التلاجة لمدة اسبوع، مش كل يوم هقعد ان انا اعمل خضار مشوي. بيبقى عندي كونتينرز كده في التلاجة جاهزة، باخد منها الخضار وكل يوم بعمله بتتبيلة جديدة بشاركها معاكم في كل وصفة من الوصفات اللي انا بنزلها اللي هي سلسلة الوجبات. حطيت عليه بقدونس من فوق بعد ما الخضار عندي اخد تشويحة حلوة قوي بقى تندر، وزي ما انتوا شايفين الفلفل والكوسة والجزر بدأوا ياخدوا خطوط الشوى اللذيذة دي. الفراخ لما خرجت شايفين الحلاوة، كريسبي جدا جدا من بره، وجلدها اللحمة بتاعت الدجاج تندر قوي قوي قوي، بتدوب في البق. بجد كل اللي كلها يا جماعة اتوهم من طعمها. طبعا انا قدمتها مع خضار مشوي، انتوا فيكم ان انتوا تقدموها مع رز مسلوق، نزلت لكم وصفات رز كتيره قوي بتوابل مختلفه كتيره. ممكن تقدموها مع باستا برضه، هتلاقوا عندي على القناه وصفات باستا كتيره ومتعدده. ان شاء الله تجربوا الوصفه دي. الفراخ طبعا الفرخه كامله مش شخص هياخدها، يعني انا قسمتها على 4، فالسعرات الفرد الواحد 441 سعر حراري. كربوهيدرات قليله قوي 9.7 جرام من الكربوهيدرات. البروتين 42.7 جرام من البروتين، يعني قنبله بروتين. ده الصوص الجانبي. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتكتبوا لي في التعليقات لو الوصفه عجبتكم، وتعملوا لايك للفيديو. وشكرا لمشاهدتكم واشوفكم على خير.